أو تلاقي واحدة مثلا مش بتترقى أو مش بتاخد ال assignments أو ال projects الكويسة أو ال accounts المهمة في الشغل، وتقول لنفسها إنه ده علشان في محسوبية أو المدير مش بيحبها أو علشان هي مش منافقة، فتسيب الشغل ده وتروح شغل تاني علشان تبقى مع مدير تاني، وتلاقي برضو نفس النتيجة، مفيش حاجة اتغيرت، لأن المدير الأولاني ما كانش مستقصدها ولا حاجة، لكن هي اللي الورك اثيك بتاعها بيبان إن هو مش كويس، الاتيتيود بتاعها بيوحي إن هي مش ملتزمة أو مش بتاخد شغلها بجدية كافية. فممكن بالطريقة دي تكون ضيعت الأقدمية بتاعتها في الشركة الأولانية، أو تنازلت عن حاجات تانية علشان تغير الشغل، وما كسبتش أي حاجة قصاد كل ده، لأنها بتكرر نفس المشاكل لأنها مش عارفة إيه هي المشاكل. لما أنا ما يكونش عندي وعي بذاتي باللي أنا بعمله وبتأثيره على التفاعلات بتاعتي والنتائج اللي بوصل لها، بفسر كل حاجة بتحصل بتفسير ملهوش علاقة بيا، وده غالبا بيتسبب إن أنا باخد قرارات بتخسرني كتير.